النهارده بقى انا جاي اسير الجدل في سكوتر زونتس الدي 150 اللي نزل مصر والنسخه اللي نزلت بره مصر. طبعا كل الناس عايز تعرف ايه الفرق ما بين النسختين، وهل النسخه دي فعلا اتشال منها حاجات من الوكيل بتاعها ولا لا. لو عايز تعرف الفرق ما بين الموديل اللي نزل مصر واللي بره مصر تابعنا في الحلقه دي، يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى احنا في حلقه مميزه شويه، لان الحلقه دي فيها شويه جدال، وفي شويه ناس هتقول ده صح وفي شويه ناس هتقول ده غلط. مبدئيا النهارده انا بتكلم على سكوتر زونتس، مش ال 350 ولا ال 310. اخيرا في 2025 الوكيل ابو حوا نزل في مصر الموديل الاقتصادي من شركه زونتس، وده السكوتر لو تفتكروا انا كنت مصور في اكما 2024 و2025. الموديل ده كان نازل اصلا منه الدي والام، ولكن خليني اقول لك ان فعلا الوكيل شال شويه اوبشنز من السكوتر اللي قدامكم ده وعدل شويه حاجات. مبدئيا كده خليني اقول لك ليه السبب الرئيسي اللي الوكيل خلاه يشيل شويه حاجات من الموتوسيكل ده، وهل هي فعلا هتفرق مع الزبون في الاخر من ناحيتين، من ناحيه السعر ومن ناحيه الاوبشنز بتاعه الموتوسيكل. مبدئيا الوكيل عارف كويس جدا ان هو بيدور على العميل الاقتصادي، العميل اللي عايز يديله برودكت بسعر كويس جدا ويكون منافس للسوق، وهو ده اللي الوكيل لعب عليه. انا من وجهه نظري ممكن اكون شايف ان جزء صح وجزء غلط. الجزء الصح ان هو نزل موتوسيكل بسعر اقتصادي زي سعر السكوتر ده اللي هقوله لكم في اخر الفيديو. طيب ايه النقطه الغلط اللي هو كان عملها؟ ان هو كان قدر ان هو عمل تو فيرجنز خلاه بكل مواصفاته، والفيرجن الثاني وده بيبقى بسعر اغلى، والفيرجن اللي فضى منه شويه الكماليات وخلاه بسعر اقتصادي. عشان انا كعميل لو عايز ان انا اخد اوبشن عالي ادفع عالي، زي في العربيات كده بالظبط. لما تيجي مثلا شركه تنزل موديل عربيه بتنزل لك اول فئه، ثاني فئه، ثالث فئه، رابع فئه، خامس فئه، او البيز لاين والتوب لاين. الفرق ما بين الشركات دي ايه؟ ان هي في الاول وفي الاخر عارفه ان العربيه دي هتنزل تستهلك في السوق المصري وهتنجح، ولكن الفرق ما بين ده وده ان هو واحد عايز نفس العربيه بس من غير فتحه سقف، عايزها من غير سخانات كهرباء، عايزها من غير لوحه تحكم ازاز، فبيبدا يشيل منها شويه حاجات، ولكن بيخليه ثابت على حاجتين، وهو الموتور والشاسيه او البادي الخارجي. مش عايز اقول لكم في الموضوع واقول لكم على موضوع العربيات، ولكن خليني اقول لك على السكوتر الامور اللي جنبنا ده اللي هو الزونتس الدي 150 سي. السكوتر ده نازل بره في السوق الاوروبي من سنتين او سنه ونص بموتور 125 سي. وهتيجي تقول لي يا اسامه ليه بره نازل بموتور 125 سي وده كده 125 سي، ولا انت ليه بتقول لنا في الفيديوهات ان هو 150 سي؟ السكوتر ده مبدئيا 150 سي، وانا دلوقتي هوريك حقيقه على ارض الواقع. تعال بس يا رجب، هنا مكتوب تحت على الموتور، عايزك شفتها يا رجب؟ ثانيه واحده اميل للناس. شايف يا رجب مكتوب ايه؟ شايف يا رجب مكتوب كام يا رجب؟ 149. كام؟ 149. طيب تعالى لي بقى كده، مكتوب 149. 149 يعني 150 سي سي. يعني الموتور ده نازل، عشان بس الناس برضو ما تتلخبطش، دايما الفرق ما بين الاسكوترات بيبقى في الحجم بتاع السلندر. فالنسخه اللي نازله بره كانت نازله 125 سي سي، النسخه اللي نزلت مصر بموتور السبيكس اللي الوكيل عايزه بموتور 150 سي. الفرق مش بيبقى ياما او عاملين حاجه زياده في الهورس باور، بل بالعكس. حتى هتلاقي طبعا الهورس باور هيزيد لان القطر زاد، القطر بتاع السلندر زاد. ال 125 النسخه اللي بره بتطلع 14.5 حصان، النسخه ال 150 بتطلع 18.5 حصان، لان هو كبر 25 سي سي. طيب خليني اقول لك الموتوسيكل ما بين بره او السكوتر ما بين بره وما بين هنا، الشكل هو الشكل نفسه هو كل الاوبشنز واحده. شال ايه؟ شال نظام الاي بي اس. عشان كده هتيجي يا رجب هتلاقي هنا عندك كل الناس متعوده في الطنبوره بتشوف المشرشره ده، واحنا عارفين كويس جدا ان الجزء ده خاص بنظام الاي بي اس، ولكن دلوقتي الشركات بدات تستخدم كمان الجزء اللي قدام الطنبوره المشرشره دي كعداد سرعه او ككابل سرعه، بيقدر يعد معاك السرعه اللي بتتقرا قدامك في الشاشه اللي قدامك. ولكن سنسور الاي بي اس اتشال، فهنا اول اوبشن اتشال من النسخه بتاعت بره وما بين النسخه بتاعت مصر الاي بي اس. وهي دي النقطه اللي الناس مختلفه عليها. انا النهارده بشتري سكوتر في الاول وفي الاخر بدون نظام اي بي اس، مع ان السكوتر نازل انجكشن، والانجكشن من شركه بوش، من الشركات القويه جدا. نازل تبريد ميه زي ما انت شايف، حجم الراديتير كويس جدا على الجنب بحيث ان هو يبرد الموتور لو انت بتقطع مسافات طويله. طيب
ليه بقى انا شلت اي بي اس؟ دي حاجه، ادي اول حاجه. تاني حاجه السكرينه دي هنا المفروض يبقى حجمها اكبر ويبقى فيه هنا موتور ان هي ترفع مستوى اعلى من الدرجه دي، ولكن هنا خلوها ثابته. خلوها ثابته ليه؟ عشان يشيلوا الموتور، لان ده بكوست لوحده. يبقى دي تاني حاجه عندنا، تاني موضوع اتشال. اول حاجه الاي بي اس، تاني حاجه وهي السكرينه بالموتور بتاعها. تالت حاجه يا رجب بقى وهي الشاشه اللي انت شايفها قدامك دي. طبعا الشاشه دي انا ما اعرفش بالظبط كام انش، ولكن خليني اقول لك ان الشاشه اللي كانت بتنزل في الموديل بتاع ال 125 هي نفس الشاشه اللي بتنزل في ال 310. الشاشه دي اللي بتنزل اللي راكبه هنا دلوقتي دي بتنزل في الجي كي النسخه ال 200 سي سي بره، فهم حطوها هنا كده. بقى هو شال لك ايه يا رجب؟ شال لك ثلاث حاجات: نظام الفرامل اللي هو اي بي اس وخلاه باكم عادي امامي وخلفي. شال لك تاني حاجه السكرينه بالمساعدين اللي هو الاوتوماتيك اللي بتطلع على موتور. وتالت حاجه شالها لك هي العداد، شكل العداد. هتقول لي بقى يا رجب يعني شال كام؟ الوكيل شال كام؟ عايز احس بالفلوس. مبدئيا سعر السكوتر ده لو دخلت بره سرشت هتلاقي سعر السكوتر ده مما يقارب ال 3000 يورو. يعني كام؟ يعني النهارده لو ضربنا في 55 السكوتر ده هيعمل له بالميت من 150 ل 165 الف جنيه. يعني فعلا يا اسامه السكوتر ده سعره بره كده مظبوط، سعر بره السكوتر كده. طيب يا عم اسامه بقى السكوتر الوكيل بتاعه منزله في اول دفعه تنزل مصر منزله بكام؟ منزله ب 110. 110 لو جينا حسبناهم بالدولار غالبا يا رجب بيبقوا كام؟ 2100 دولار. يعني في توفير بقى كام يا اسامه؟ في توفير لا يقل عن 1000 دولار، يعني 50000 جنيه. طب الناس هتيجي تقول لي ازاي يا عم اسامه؟ هقول لك ممكن، لان ممكن الجهاز اللي هو الاي بي اس يبقى مثلا مثلا ب 300 دولار، ممكن الموتور بالسكرينه يبقى مثلا ب 200 دولار مثلا على المثال، ممكن مثلا الفرق ما بين الشاشه يبقى بالسعر ده. بالذات ان هم كبروا هنا الموتور. يعني الموتور انا اهو قدام عشان ما حدش يقول لي لا انت بتقول كلام عكس الكلام. انا يا جماعه ليا زي ما الخواجه هو اللي كاتب، الموتور مكتوب عليه 149 يعني 150 سي سي. الموتور اللي بره هتلاقيه مكتوب عليه 125. فانا النهارده بتكلم على النسخه اللي وصلت مصر قدامي ومحفور على الموتور مكتوب كام. ادام مكتوب على الموتور ومحفور عليه 149 يبقى هو 150 سي سي. وكمان قال لك في السبيكس في الكتالوج ان هو بيطلع 18.5 هورس باور. في السبيكس بتاعه ال 125 انا كنت قريت السبيكس بتاعته في اكما كان بيطلع 14.5 حصان، ففي 4 حصان زياده. فخليني اقول لك ان هنا الوكيل كاد يكون ان هو ما اختارش صح شويه ان هو نزل كذا فئه، ولكن كلنا مجتمعين وعندنا نفس الفكر ان شركه زونتس من الشركات القويه جدا في مجال السكوتر او الموتوسيكلات. والناس الملاك اللي راكبه زونتس لو تفتكروا انا اول فيديوهات عملتها من 2021 2022 على زونتس الجي 1 واليو 1 والار والتي والاي والام، كل الموديلات دي ناس كتير راكباها لحد النهارده ومبسوطه بيها. وفي دعم كويس من الشركه في قطع الغيار. برضه في الاول في الاخر كان كل الناس متخوفه ان انا هشتري منتج جديد حلو جدا. النهارده منزل لي موتوسيكل اقتصادي اللي هو زي الجي 1 150 سي، تبريد ميه، فرامل اي بي اس انجكشن، مساحه تخزين 20 لتر، شكل شبابي جدا، فول ال اي دي. وكان بكام؟ ب 30000 و 29000 جنيه. وكان الناس متخوفه. النهارده احنا في 2025 بقى لنا 4 سنين في السوق والموتوسيكل لحد النهارده بيتباع الاستعمال منه بسعر كويس جدا. ده يدل على قوه المنتج. ولكن تركيز الوكيل دايما على فكره قطع الغيار ده اهم شيء انا شايفه من وجهه نظري. فالنهارده شركه زونتس لما جت تنزل الفئه بتاعه ال 150 سي سي دي نزلته عشان النهارده العميل اللي عايز يركب حاجه ب 100 ب 110 يلاقي حاجه في فئه الزونتس، فئه السكوتر الاقتصادي. ده يعتبر متوسط. انت ايه رايك يا رجب في حجمه؟ شايفه ايه؟ شايف الحجم نفسه مناسب صح؟ بصوا انا شايف ان انا قعدتي والله العظيم انا قاعد اهو، انا طولي 182 شايفين، انا قاعد مرتاح جدا. بص الجدون شايف فرق قد ايه ما بينه وما بين ده؟ شايفين الفرق قد ايه؟ طيب بصوا بقى السكوتر ده عشان نتكلم على السبيكس عشان ما نطولش عليكم. السكوتر ده نازل 150 سي، بيطلع 18.5 حصان، نازل انجكشن من تبع شركه بوش، نازل الفرامل الاماميه والخلفيه ماستر عادي على باكم عادي، 2 مساعد خلفي 2 مساعد امامي، نازل فوانيس ال اي دي بالكامل زي ما انتم شايفين. وده يعتبر نفس الشكل بتاع او الشيب بتاع الدي ال 350 سي سي. طيب نازل بعداد ما فيهوش اي حاجه غير سرعه، كيلوات، ساعه، بنزين، حراره، ار بي ام، ما فيهوش اي حاجه. طيب في لمبه تشيك انجن، طبعا اي انجكشن لازم يبقى فيه لمبه تشيك انجن عشان لا قدر الله لو حصل اي عطل يظهر لك على طول. وطبعا الحراره عشان فيه رادياتير. هنا هتلاقي منك تعالى كده يا رجب،
هنا هتلاقي الزرار هي بتاعه الاسكوترات كلها، ولكن هنا شايلين منك السكرينه، الزرار ده مش شغال. شايلين منك هنا بقى ان انت تدوس المود تقدر تقلب جوه الشاشه. للاسف الشاشه ما فيهاش اي تكنولوجي، الشاشه ساده شويه اكتر، ولكن نازل برضو برعاش. طيب هنيجي هنا للشنطه، هتلاقي السيت بتفتح تاتش. طبعا السكوتر نازل سمارت على مفاتيح زي ما انت شايف، مفتاحين هم بتوعه مفاتيح سمارت، ونازل معاه الكتالوج، ونازل معاه فلتر زيت هديه، ونازل طبعا معاه المرايات بتاعته وشنطه العده الجميله. يعتبر مساحه التخزين تشيل خوذه هاف، وده طبعا رقم الشاسيه. وهنا عامل لك من الحاجات اللذيذه جدا ارب في الراك خرمهولك عشان لو عايز تركب توب بوكس خلفي. طيب من الحاجات برضو الجميله فيه ان هو نازل مساحه التخزين بتاعه الوقود 12 لتر، ودي حاجه كويسه جدا على سكوتر سيتي سكوتر مش ماكس سكوتر. انا كنت قلت لكم اخر مره ان اكتر سكوتر كان بيجيب كام؟ كان بيجيب مثلا 11 لتر اللي هو الدويو او الان ماكس مثلا، او الان ماكس كمان كان 13. قد يكون ان ده برضو مساحته حلوه جدا. بقيه السكوترات يعتبر من 7 لتر ل 8 لتر. هتقول لي ال 4 لتر دول هيفرقوا معاك؟ طبعا هيفرقوا معاك، لان عايز اقول لك ان ده استهلاك البنزين بتاعه بيمشي في ال 100 كيلو ب 2 لتر، 2 لتر بنزين يمشيك 100 كيلو، فدي حاجه كويسه جدا لاستخدامك كتوفير بنزين. هنا عندك يا رجب نازل بدرجين. الدرج ده متعودين احنا على شركه زونتس دايما ان هي بتعمل فكره كده، ان هي بتعمل درج كهرباء ودرج مش كهرباء. يعني ايه يا اسامه درج كهرباء ودرج مش كهرباء؟ درج الكهرباء ان هو لو انا قفلت السكوتر، بس الاول هوريكم الدرج اللي مش كهرباء. الدرج اللي مش كهرباء هتدوس هنا هيفتح عادي، اي حد يقدر، يعني انت لو راكن السكوتر اي حد يقدر يفتحه. طب هنا لو عملت كده قفلت معايا، بص بقى جيت افتح ده اهو مش هيتفتح. طب جيت افتح ده هيتفتح. ده الفرق ما بين الدرج الكهرباء ولا لا. عشان لو انت عايز تسيب مثلا موبايلك، يعني راجل مثلا عايز دلوقتي احط تليفوني ماشي ومش عايز اقفل عليه، اهو قفلت. شايف يا رجب اهو قفلت، هقفل جميل. واحد جه عايز يسرقه هيفتح مش هيعرف. طب هنا بقى لو حطيته في الدرج اللي من غير هيفتح عادي، ايه هيسرقه. دي ميزه الايه الدرج الكهرباء. من الحاجات برضو التانية الجميله، بص يا رجب هنا هتلاقي شاحن يو اس بي اهو ماشي، تحط الكيبل على طول وتشحن موبايلك بكل سهوله. طيب اما بقى بالنسبه للجنط الامامي فهو نازل جنط 14 ونازله مساعدين عاديه، وبالنسبه للجنط الخلفي فبرضه نازل جنط 14، ودي من الحاجات الكويسه لان هو يعتبر نفس مقاس الجنود بتاع الزونتسات الثانيه. طب خليني اقول لك على معلومه اخيره، ودي ممكن نقطه تهم ناس كتير. قربه الميه هنا موجوده بالشرط اللي انت شايفها دي. طيب عشان اعرفها ازاي، هي طبعا مش باينه، لازم اولع الكشاف واحط الكشاف. شايف النور عمل ازاي اهو؟ شايفين نورت معايا. هنا لو الميه ناقصه هيبان ان ده ابيض، وهنا الاحمر هو اللي هيفضل باين. طبعا دي حركه كده ذكيه منهم، يعني ان هو يوريك قربه الميه عن طريق شرط بالتدريج. لو هي هاي هتلاقيها اعلى نقطه، لو هي لو هتلاقيها اقل نقطه، ولازم تنور حاجه تحتيها عشان تشوف درجه اللون الميه. عشان كده لازم تحط ميه مخصصه للراديترات، اوعى تحط ميه شفافه. عايزين نتكلم على الفانوس الخلفي، نازل بشكل جميل جدا LED. في اخر الحلقه خالص مش عايز ابقى طولت عليكم، ولكن خليني اقول لك ان شركه زونتس من الشركات اللي انا شايفها كبرودكت صيني، من الشركات القويه جدا واللي جايه جدا، ولكن نقطه قطع الغيار مهمه جدا. وده اللي احنا بنحاول، انا كموزع لشركه زونتس بحاول على قد ما اقدر ان انا ابوش في الحته دي، وان انا دايما الاند يوزر يبقوا مستفيدين ومبسوطين ببرودكت صيني بس بكواليتي محترم زي شركه زونتس. والسكوتر ده سعره في وقت تصوير الحلقه 110,000 جنيه بالسبيكس اللي انتوا شايفينها. قول لي بقى تحت في الكومنتات، هل انت اصلا مالك لشركه زونتس؟ هل انت شايف ان الشركه دي قويه وتستحق فعلا الدعم؟ هل انت شايف ان فعلا كان المفروض ان الوكيل ينزل 2 فيرجن، او يا عم خليه 2 فيرجن، بلاش ان احنا نقول 3 فيرجن، خلينا نقول ان واحد ينزله زي ما هو متشال منه الحاجات دي، والتاني محطوط فيه الاي بي اس ومحطوط فيه السكرين ومحطوط فيه شاشه وكان يعلي سعره 20,000 جنيه؟ هل انت مع ده ولا مع ده؟ قول لي تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير، وبما ان احنا خلاص بنصور في اخر ايام وان شاء الله رمضان جاي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. باي باي.